ازيكم؟ كابتن هشام نصر امبارح طلع مع عمرو اديب، وكان بقاله فتره طويله جدا في حاله صمت، يعني ما بيتكلمش عن اي حاجه، هو ومجلس الاداره كله في كل الاحداث اللي الزمالك فيها ديت. بس هو طلع امبارح مع عمرو اديب، ابسط كلمه تتقال ان كابتن هشام نصر امبارح كان طالع مش حتى معلق الرايه البيضاء، لا ده رامي الفوطه تماما ومستسلم تماما ان الزمالك لسه هيفشل اكتر، وان الزمالك ما عندوش اي بارقه امل. و... وللاسف كلام كابتن هشام نصر امبارح كان محبط جدا لجماهير الزملكاويه جدا يعني. بعد كده كان في تصريحات من الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، كانت محبطه اكتر. فيا جماعه لو شلت الزمالك تقيله قوي عليكم سيبوها، يعني انا ضد ان مجلس الاداره يمشي وكل حاجه، بس حاله التسليم التام والاحباط وحاله اللامبالاه اللي فيها مجلس الاداره ديت، لا لو انتوا شايفين ان الشيله اكبر منكم وان الزمالك اكبر منكم استقيلوا وهاتوا ناس تشتغل. لكن الموضوع كده بقى زياده عن حده جدا، وتلميح امبارح ان في اي منافسه الزمالك هيخشها على اي لاعب هي محسومه للغير مش للزمالك، دي حاجه مستفزه جدا يعني. ما الحضرتك بتعمل ايه؟ ما المجلس الاداره قاعد بيعمل ايه اصلا يعني؟ ربنا يرحمنا منكم ومن اشكالكم بصراحه.